جمعة مباركة علينا وعليكم يا رب. حبيت أشارككم روتيني اليوم مال الجمعة من الصبح للظهر، عسى أن ينال إعجابكم، وصباحكم عسل إذا شفتوا الفيديو الصبح، ومساكم ورد إذا وصلكم الفيديو بالليل. هنا مثل ما تشوفون حبيت أشارككم هذا الروتين عسى أن يكون محفز لكم وينال إعجابكم. هاي حبايبي هنا اليوم نظفنا غرفة البنات وشلنا الزولية ودرنا الشرابي من هاي الصفحة وغيرنا بها تغييرات بسيطة، وحسينا يعني بطاقة إيجابية، يعني من تديرين الغراض وتمسحين جواهن بمعطر وديتول، والله طلعت ريحتها كلش طيبة. وشلنا الزولية مالتها خلينا هاي الخفيفة، فيعني شلون حسيت بيها تغير. بس بقت عندي البردة مالتها إن شاء الله بالأيام القادمة قبل رمضان هم أخلي بردة ثانية يعني. وشلون مسحنا جوا الشراب، احنا دائما والله يوميا نمسح، بس كانت الزولية يعني حيل كبيرة فسادة جوا الشراب يا دوب طالع شوية، فهاي لا صغيرة بس جوا الرجل، فتنمسح يومية وتنشال، فتكون شي خفيف نقدر يعني عليها. وهنا حبايبي مثل ما تشوفون شاركتكم الروتين، غيرت هاي البردة مال يم الباب مال ترك وخليت هاي شوية حسيتها أحلى، جبت البراد خليته هنا، غيرت تغييرات بسيطة. وحسيت يعني شلون صارت طاقة إيجابية، يعني مجرد تحركين شي تخليه بغير مكان تمسحين جوا تحسين ببعض التغير، والله بعضه يعني صار طاقة حلوة بالبيت، تصير يعني حتى ريحته طيبة تختلف. وهنا غيرت على ذني خليت عليهن ذني الورد. وهنا أنا هاي المغسلة هماتي غسلناها وإحنا يوميا نغسلها، وكل ما يغسلون أنا أغسلها يعني مو بس يوميا. وهنا حبايبي بعدها رادوا الغدا دولمة، قالوا مدام جمعة وقاعدين سوينا دولمة، فأنا ما كان عندي كل المواد، عالسريع رحت سوقت المواد وجبت كان ما عندي نواقص بصل كرفس يعني باقيله. وهنا راح أشارككم الدولمة وعسى أن تنال إعجابكم. هاي هنا حبايبي خليت طماطة وبصل وبطن الباذنجان وبتيتاية يعني صغيرة، وحشيتهن حبايبي وثرمتها هنا بمحضرة الطعام. بس اللي شنو اللحم ثرمته بمحضرة الطعام، يعني شلون المرض، أنا كل مرة لا اللحم أثرمه بإيدي يكون شوية بارز طعمه أطيب، فهي صار طعمها كلش طيب. بس يعني أنا أفضل اللحم ينثرم بالإيد أحسه يبين ويصير يعني شلون شوية أحسن من ما ترميه بالهاي يضيع. وهنا حبايبي حضرت الدولمة لأن هم رادوها، والله أنا اليوم ردت أسوي برياني وتشريب مال لحم، قالوا لا يومية برياني يومية هاي، لا اليوم سوينا دولمة قبل رمضان. فهنا حبايبي سويت لهم جذر دولمة وسهمنا وسهمكم ألف عافية. وحبيت أشارككم، وإذا وصلتوا وياي لهذا الفيديو أرجو منكم الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تشوفون أي شي أنزله حبايبي وتتحفزون، وعسى أن ينال إعجابكم. وأرجو منكم الاشتراك حتى تكبر القناة بيكم إن شاء الله. وأحب أرحب بالمشتركين الجدد وأقولهم أهلا وسهلا بكم بقناتي، ويا ربي والله كلش فرحتوني، وخاصة اللي علقولي تعليقات إيجابية. أنا أحب البنات اللي يعلقن تعليقات إيجابية يعني شلون يرفعون من معنوياتي. وتسلمون حبايبي كلكم على راسي، ويا رب يحفظكم ومجاه هذا يوم الجمعة ويخليكم إلي بهاي القناة إن شاء الله تكبر بيكم يا رب يوم بعد يوم. وهنا مثل ما تشوفون حبايبي حضرنا جدر الدولمة مالتنا، وشوية والله يعني ما طولت بيها الحمد لله والشكر. بس شلون يعني يقول أنا كنت ناوية شي بس هم يعني رادوا غير شي، يلا هم غير الشي اللي يحبوه أنا أسوي لهم وياه ويدللون علي، لأن أنا خطية هم يعني ينظفون بيوم الجمعة فأنا أتفرغ للتركيب. بس والله بالأيام اللي ماكو هم موجودين بالبيت وما يداوم يعني بالدوام ما ألحق، شلون أركض يلا أخلص شغلتي على السريع. فلا الحمد لله بيوم الجمعة هم موجودين، يوم السبت موجودين، فيساعدوني. الله يحفظهم ويحفظ بناتكم أجمعين يا رب. وهنا أنا هاي مثل ما تشوفون خليت أنا طبعا تمن أبو العربة ما لقيت محمود، فهم طيب طلع طعمه كلش طيب، يعني التمن بس مكيمين مرد مثل التمن العادي. وهنا حبايبي خلصت الخلطة وبديت ألف بيها، خليت طبقة السلق وبعدين حطيت البصل وبعدين حطيت باقيلا وبعدين هم طبقة سلق وبصل، يعني شلون جدر كمل كليته وصار يعني جدر كلش حلو وطعمه كلش طيب. وحبايبي إن شاء الله أشارككم بروتين رمضانيات قدر المستطاع، وحسب يعني ما يكون ظروفي أشوف شلون تصير برمضان، لأن أنا برمضان هم عندهم دوام، فيعتقد سمعت إنه يقلصون الدوام،
بعد ما أدري والله على واي يقلصون الدوام، يعني أنا من هم بالدوام يعني يجون متعبانين فينامون الصيام، فشي عادي راح يصير الحمل والتعب كله علي. فإن شاء الله يقلصون الدوام. أنا سمعت بهذا الشي بعد صدق لا ما أدري، وإذا سمعتوا انتو هم قولولي أكو هيجي خبر لا. فبلكت الله يتقلص حتى يعني شلون نقول يساعدوني شوية بالفطور، فألحق أسوي لكم فيديوهات إن شاء الله تنال إعجابكم. وإن شاء الله إذا مو يوم ويا بين يوم ويوم، وحسب الفرغة وحسب الشي اللي تريدون إن شاء الله حبايبي، وما أكون مقصرة وياكم بفيديوهاتي. وهنا حبايبي كملت لف جدر الدولمة، وشوفوا طلع كلش حلو شكله ومرتب، وطعمه والله من صبيت لهم طعمه كلش كلش طيب. وياده زيت خبز حار، فدزولي خبز عروق وخبز عادي. يعني شلون صدفة كان المخبز اللي يمنا خابز خبز عروقهن، فجابوا خبز عروق وخبز عادي. بعد ما صابوا جدر أكلوا خبز عروق، قلتهم لا يشبعون، خل أصب الدولمة وأكلوا وياها. هنا حبايبي هاي حطيتها على النار، على نار ناصية، وبعدين ضفت لها معجون مخبوط بالمي وشوية ليمون وشوية دبس الرمان، وبعدين تهدرت نصيتها، وبعدين خليتها على نار هادئة حوالي فوق النص ساعة أو 3 4 ساعات. بعدين طفيتها 5 دقايق بردت حتى تطلع وحدة والثانية. وهنا حبايبي جيت أصب لهم، وإن شاء الله سهمنا وسهمكم العافية حبايبي، وتمنيتكم يمي. وهذا حبايبي دولمتنا لهذا اليوم الجمعة، شوفوها شكلها طبعا كلش كلش حلو الوحدة والثانية. هاي قبل ما تطفوا يعني تصبوها لازم تطفوها فد 5 دقايق حتى يعني تطلع وحدة عن الأخ. وهنا حبايبي وصلنا لنهاية الفيديو، وحبيت أشارككم هذا اليوم بكل حذافيره، يعني ولو هو نص النهار الجمعة، بس حبيت أنزل لكم فيديو ما أطول عليكم. وأرجو منكم الاشتراك بالقناة فضلا وليس أمرا، لتفعيل زر الجرس. وإن شاء الله ينال إعجابكم حبايبي وهذا الفيديو، وتسلموا لي على تعليقاتكم الحلوة، وعلى راسي كلكم وكل الموجودين بالقناة. وهنا حبايبي وياها الحبشكلات مالتها. وسهمنا وسهمكم العافية، وانتظروني في فيديو قادم وروتين قادم من قناتنا الصغيرة، إن شاء الله تكبر بيكم حبايبي، وكلكم منورين ومنورين القناة. وباي باي حبايبي.